المخطط العالمي لتدمير السودان. المخطط العالمي لتدمير السودان وتفكيك جيشه وإنهاكه يتم عبر عدة طرق، أبرزها الحرب التي أشعلتها الميليشيا الإرهابية في إبريل من العام 2023. توسع نطاقها بتكثيف دعاية توطين عربان الشتات في السودان. رسخت فكرة التوطين من مالي إلى تشاد والنيجر، فاجتاحوا العاصمة الخرطوم وتسلقوا أسوار بيوتها وعماراتها، عاثوا فيها فسادا وفجورا وأجلوا عنها أهلها. غير أن ذلك لم يكن هو أخطر ما حاق بالخرطوم، فالأسوأ منه هو استجلاب المرتزقة من كل دول العالم ليسقطوا عاصمة اللاءات الثلاث وليطفئوا نورها، لكن الله سلم ورد كيدهم. حطموا قصور المدينة وأحرقوا جامعاتها ومدارسها، وسقطت مآذن مساجدها وأسكت الآذان. كانوا يأملون في تفكيك جيشها، لكنه نهض من تحت رماد العاصمة المدمرة، فأضاء شعلة الأمل بعد حقبة ظلام ظنها البعض لا تذهب. قدموا دماءهم وعذاباتهم قربانا للحرية، فأنقذوا عاصمة البلاد وأشاعوا خيوط الفجر الأبلج. مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج وقائع، نتجاوز فيه البكاء على الأطلال لنكشف حجم المؤامرة وأرقام الدمار، ونتطلع إلى البناء والإعمار. واجب اللحظة يحتم علينا نشر حقيقة المؤامرة، مثلما أشيعت واجبات الحرب توثيقا ضروريا لوطن مجيد تسابق أبناؤه من أجل تضميد جراحه من أجل وطن أكثر استقرارا وتسامحا ونماء. في دارفور لا يهبط الليل على مدن محاصرة فحسب، ومن بين الركام ظهرت مقاطع فيديو عثر عليها في هاتف أحد المرتزقة الكولومبيين، مقاطع كشفت ما كان يقال همسا: أجانب يقاتلون جنبا إلى جنب مع ميليشيا الدعم السريع في محيط مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، المطار الذي قوات الميليشيا المتمردة وما يسمى بالدعم السريع أكثر من 100 قتيل وضحية. وده أصلا ما ممكن إنسان يعني له تاريخ وارتباط بالعرض، حتى ولو اختلف بالتباينات العشائرية لا يمكن أن يعتز بهذه الآثام. واضح جدا أن هذه المجموعات وظيفية، وطبعا واضح جدا النفسية هذه الحرب تقودها الإمارات. المجموعة الدولية تريد هذه الجرائم لتدق إسفين الفتنة تماما، ولا يكون هناك إطلاقا مساحة للتلاقي الاجتماعي. نجحت هذه المجموعات الموالية للميليشيا المتمردة أن تخلق قوة كبيرة جدا بين المجتمعات، ويؤسف له أنه في مجتمعات شريكة للمجتمعات الأصلية ارتبطت بالتاريخ المشترك، إلا أن والت هذه الميليشيا وأصبحت ضحايا يحسبون هذه المجموعات المتفلتة لجزء من المجموعات الاجتماعية الوالت هذه الميليشيا. ما يوصف له أنه حتى الآن جزء من المكونات الاجتماعية الوالت هذه الميليشيا يعني لم تتبرأ من الجرائم التي لا تشبع. معروف أنه دارفور عاشت في صراعات قبلية تارة وعشائرية، إلا أنه مستوى الجرائم التي ترتكب في النزاعات القبلية إطلاقا يعني لا تشبه هذه الجرائم التي وقعت وحدثت. واضح جدا أنه الذي يقود أو الذي يقف خلف هذا المشروع يريد أنه تكون مثل هذه الجرائم، وحتى أن المجتمعات اللي مرتبطة بالأرض تهاجر وتخلو وجه الأرض ليستبيح هذه الميليشيا. فهل نحن أمام شركات أمن خاصة أم أمام واجهات لجهات رسمية لدول معادية للسودان؟ في هذه الليلة ومن خلال برنامج وقائع على قناة الزرقاء سنسلط الضوء على هذه الشبكة، وسنحاول أن نرى في عيون هؤلاء الجنود المرتزقة للقتلة بل ضحايا آخرين غرر بهم
ودفعوا إلى حرب لم تكن حربهم. وفي هذه المرة لن تكون الحقيقة مجرد رأي، بل هي الوثائق التي سنعرضها والصور التي سنكشف عنها والأصوات التي سنستمع إليها. منذ نهاية نوفمبر 2023 بعض الأسلحة المتطورة التي حصل عليها عن طريق الدعم. يأتوا من أين؟ سؤال كبير جدا. السودان. الطريق إلى الحرب تجنيد ووعود وخداع. كل شيء يبدأ على حافة الفقر أو في ردهات الخروج من الخدمة. جنود كولومبيون سابقون يحملون مهارات قتالية لا تعلم إلا في صفوف الصراع، يجدون أنفسهم بعد التقاعد بلا رواتب كافية أو بلا فرص تليق بما اعتادوا عليه، ثم يأتي العرض: عقد عمل، راتب يعوض سنوات الحرمان، ووعود بمهمة حراسة أو حماية منشآت نفطية بعيدة عن القتل والنيران. خطوط إيصال المرتزقة إلى السودان هي من 3 جهات أساسية. بدأت بتشاد، تحديدا مطار أبشي، بوجود دعم كبير جدا من أفراد في داخل المنظومة العسكرية التشادية. بعد ذلك مع زيادة الضغط السوداني على تشاد والضغط الدبلوماسي ورؤية تشاد بأن هذه الحرب ممكن أن يكون لها ارتدادات كبيرة جدا على الساحة على دولة تشاد، توجه إلى دولة ليبيا، سيطر على المثلث الحدودي ما بين السودان وما بين ليبيا ومصر، وبدأت السفن تتوجه إلى مطار بنغازي، إلى ميناء بنغازي، ومن ميناء بنغازي تتوجه الشحنات العسكرية إلى الكفرة، ومن الكفرة إلى داخل المياه، إلى داخل الأراضي السودانية بصورة كبيرة. أيضا هناك بعض الشركات التي تعمل في مجال الأمن توفر بعض المرتزقة الذين لا يعلمون إلى أين هم ذاهبين. يعني أغلبية العقود التي تقدم للمرتزقة الأوكرانيين مرتبطة بأنهم سوف يقاتلون أو سوف يعملون في ليبيا أو يقاتلون مع قوات حفتر، لكن يجدوا أنفسهم بعد ذلك أنهم جزء من الصراع الدائر في السودان. هذه السياسة هي سياسة مدروسة من الدعم السريع. المقاتلين السودانيين في بعض الأحيان لا يستطيعون ممارسة الانتهاكات بصورة كبيرة جدا، لكن عندما يأتي شخص من خارج السودان لا يهمه السودان أو يهمه إنسان السودان، شخص أصلا تربى أو نما في مجتمع أصلا دموي، يستطيع أن يمارس أي نوع من أنواع الانتهاكات من دون أن يشعر بأي تأنيب ضمير. ولذلك لجأت قوات الدعم السريع لاستخدام المرتزقة في الفاشر، ولجأت بعد ذلك بعد سقوط الفاشر إلى استخدام المرتزقة للثأر من مقاتلي المشتركة ومن المواطنين في داخل مدينة الفاشر. وكل الأدلة التي رأيناها من الفاشر تتحدث بأن هناك أشخاص لا يتحدثون اللغة العربية، يمارسون القتل، يمارسون الاغتصاب، يمارسون النهب. هذه سياسة ممنهجة تمارسها قوات الدعم السريع منذ نهاية 2023، وللأسف مدعومة من بعض البلدان العربية، وتحديدا أنا أتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي وفرت الدعم اللوجستي، وفرت الدعم المالي، وحقيقة البواخر التي تم إلقاء القبض عليها من الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط في نهاية شهر 5، والباخرة الأخرى التي قبضت من القوات الإسبانية في المياه بالقرب من سبتة، أيضا كان الدليل واضح جدا بأن هناك دعم لوجستي ودعم عسكري يأتي لقوات الدعم السريع عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مباشرة. وحتى التقارير الأممية التي تتحدث عن أكثر من 500 رحلة في شهر لداخل ليبيا، جميعها لدعم ميليشيا الدعم السريع. وقائع: الوقاية قبل المرض.
من بين تقاطعات الأحداث والتباساتها، حيث تتصادم المصالح الوطنية مع المطامع الإقليمية، نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحقائق، غلاف أزمة السودان، ما بين اليد الدولية والمخالب الداخلية تختبئ النوايا الإجرامية. تقول الشهادات والوثائق التي وصلت إلى الصحافة الاستقصائية إن هذه العروض تصاغ باسم شركات أمنية خاصة، شركات تظهر رسميا في قوائم أعمال مسجلة أحيانا في الإمارات أو عبر واجهات في دول مثل بنما. وفقا لعقود تم تسريبها، يتقاضى الجندي العادي راتبا شهريا يصل إلى 2600 دولار، بينما يرتفع راتب الضباط والقادة المتخصصين ليصل إلى 5000 دولار شهريا. بالنسبة للجنود الكولومبيين يتقاضى معظمهم معاشات متواضعة. كان هذا العرض كفيلا بأن يدفعهم للتوقيع. أمر المرتزقة تحقيقات صحفية مفتوحة المصدر. بداية نترحم على أرواح كل الشهداء من المدنيين والعسكريين، ونترحم على أرواح شهداء ضحايا مجزرة مدينة الفاشر من النساء والأطفال والشيوخ وكبار السن، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من وحشية هؤلاء التتار الجدد. ما حدث في مدينة الفاشر إبادة جماعية وتطهير إرقي ممنهج واضحة للآيان، ورسائل قادة الميليشيا في الميدان تؤكد ذلك. ما حدث في مدينة الفاشر كشف الوجه الحقيقي لهؤلاء الميليشيات المرتزقة الخطلة، ميليشيا آل دغل الإرهابية المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة الشرق. وأيضا نترحم على شهداء مدينة بارا. ما حدث في مدينة بارا لا تخل بشاعة مما فعله هؤلاء الميليشيات في مدينة الفاشر. نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل الشهداء. مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنه أبدا، وسنواصل الضغط ونستخدم كل الأدوات الممكنة حتى نكشف هؤلاء الميليشيات الخطلة المرتزقة المأجورين، ميليشيا آل دغل الإرهابية، ودائمهم دولة الإمارات لكل العالم بإذن الله. زايد أساسا بن زايد أساسا بن زايد أساسا إمارات أساسا إمارات توريست بن زايد توريست جنجوي توريست جنجوي توريست إمارات توريست بن زايد توريست بن زايد كريمينال بن زايد كريمينال بن زايد أساسا بن زايد أساسا. دم الشعب السوداني ما بيمشي ساكت، عشان أي زول يفكر عشان يعمل العزية للشعب السوداني ده يفكر نفسه 3 مرات هو يعيش وين. دم بارد من الأيتام والأرامل وكبار السن ومرضى في مستشفى. This civil war has seen both sides committing unspeakable atrocities. The RSF is using those atrocities systematically and deliberately as a weapon of war. There is a difference in being part of the violence and chaos that stems from every war and using this violence and chaos as a means to your end. للأسف الكل متورط في الدم السوداني،
لكن الجنجويد استخدموا تورطهم والعنف الموجه ضد النساء كسلاح في المعركة. في فرق بينك تكون انت متورط في الدم السوداني انك تستخدم الدم السوداني كسلاح ضد السودانيين. I was lucky that colleagues of mine warned me, and to be very clear again, I was not aware of those links. I will never give war criminals a platform. من حسن الحظ أحد زملائي في البرلمان الأوروبي حذرني. أنا ما كنت بعرف، بيأكد إنه هو ما كان بيعرف هذول الناس، وهو مش ممكن يسمح إنه يكون هو ومكتبه والبرلمان الأوروبي منصة لهذول الناس. دارفور طبعا الآن أصبحت مسرح واحدا أن المجتمعات أن تتمسك بأرضها وتدافع وتموت شهداء وتنتصر وتعيش على ظاهر الأرض. الفصل الثاني: ذئاب الصحراء، من التدريب إلى الجناد. الاسم الرمزي الذي انتشر في التحقيقات ذئاب الصحراء ليس مجرد تسمية دعائية، بل تكوين واسع يتكون من 4 شركات أو كتائب من متقاعدين كولومبيين وفق ما وثقته التحقيقات الأرقام المتداولة، تجمعها تقارير متعددة بين 300 و 380 كولومبيا مرتزقا جندوا أو نقلوا إلى السودان خلال الأشهر الأخيرة، بعضهم انخرط في معارك محورية في الفاشر ونيالا. للقصة بقية، كونوا على يقين.